ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. هبت على روحي ذكريات بعيدة، شجية شجو بكارة الشباب، وحزينة حزن ترجعات الكهولة. جملة جميلة المعنى وجميلة اللغة، ومش غريبة على الكاتب العذب المرهف اللي من زمن تاني، الدكتور محمد المخزنجي، اللي كل سطر في كتاباته بينطوي على جمال وتأثير وحالة شعورية خاصة. ومن الذكريات هنبدأ حكاية المخزنجي اللي بتبتدي تحديدا من المنصورة، من عند نهر النيل اللي كان بيحلم المخزنجي يبقى عنده فيه مركب صغير وكوخ، وده حلم كان مستوحى من حياة الكاتب الروسي ميخائيل تشيكوف اللي حصل على جائزة نوبل، لكنه لم يغادر قريته أبدا وفضل عايش على ضفاف نهر الدون في روسيا، ياخد فلوكة ويدخل النهر يقرأ ويكتب. والمخزنجي كان بيشوف حياته بالطريقة دي، كان بيحلم يعيش بالصورة دي. محمد المخزنجي هو كاتب عاشق للأدب الروسي ومخلص للقصة القصيرة اللي بيشوف إنها أكتر فن أدبي متميز في مصر، ومن الأدباء المصريين يقدروا ينافسوا بيها الأدب العالمي. المخزنجي رغم حبه للقصة القصيرة إلا إنه بصفة عامة كاتب مش غزير الإنتاج، لكنه جميل ورفيع الإنتاج. كم أعماله الأدبية بيقول إن الكتابة مش هي السبب أو المحرك الأساسي في حياته، لكن القراءة بصفة أساسية هي الأهم في رحلة الحياة. ولما سألوه عن الفرق بين مكانة القراءة والكتابة في حياته، عبر بجمال لغوي وقال: القراءة كمتعة الحب، والكتابة كعناء الولادة. طبعا مكافأة عناء الولادة هائلة، لكنني أفضل متعة الحب، متعة يسيرة، لن أحزن إن كففت عن الكتابة، أما الكف عن القراءة فهو حزن أليم. ومن محطات الحزن والشجن في وجدان الدكتور المخزنجي هو قرار انتقاله من المنصورة وبدء حياة جديدة في القاهرة وهو عنده 38 سنة، وده كان بعد 12 سنة من عمله كطبيب نفسي في مستشفى جامعة المنصورة. ساب المنصورة رغم ارتباطه الشديد بيها، لأنه اكتشف أنه مرتبط بمكان ومدينة ما عادتش موجودة وسط التكدس السكاني وطمس كل ما هو جميل في مدينة المنصورة. ولما سأله الإعلامي محمود سعد في حواره معاه اللي يكاد يكون الحوار الوحيد الكامل الموجود ليه، وقال له: هل لو كنت فضلت عايش في المنصورة كان ممكن تكتب أجمل من الجمال اللي انت كتبته؟ لكن المخزنجي رد بإجابة أرق وأكثر عذوبة وقال: لو ما كنتش سبت المنصورة يمكن كنت كتبت أصفى مما كتبت. استخدم تعبير أصفى، وهو تعبير فريد راكب جدا عن المخزنجي وجماله وجمال لغته. طول الوقت في كلامه وكتاباته بيستخدم مفردات ممكن تبقى عارفها وسمعها، لكنها بتخرج منه في الكتابة والكلام في سياق وروح خاصة، وكأنك أول مرة تعرف الكلمة دي وتحس التأثير ده ليها. كنت كتبت أصفى مما كتبت. والصفاء هو الحالة اللي كان بيلاقيها المخزنجي في بلدته المنصورة على النيل وقت العصاري، لما كان ياخد معاه على حد تعبيره أفضل ما أقرأه وأفضل ما آكله، ويفضل قاعد هناك لحد ما الشمس تغرب. لكن لما المكان لم يعد هو المكان، سافر المخزنجي عشان يستقر في القاهرة بضغط ونصيحة مباشرة من الأديب الدكتور يوسف إدريس اللي كان صديق وأستاذ له. المخزنجي في سن مبكر دخل مسابقة أدبية فيها لجنة عظيمة مكونة من يوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وغيرهم. ما ذكرش لقب المخزنجي في المسابقة عشان يستخبى من يوسف إدريس. فاز فعلا بجايزة مقدارها 1000 جنيه، وفوجئ يوسف إدريس بأن اللي فاز محمد علي إبراهيم هو محمد المخزنجي صديقه وتلميذه، وده كان في سنة 81. بعدها بسنوات من الكتابة يوسف إدريس قال له: يا محمد انت بقيت كاتب خلاص ولازم تيجي القاهرة. لكن الكتابة لم تكن هي العامل الوحيد لمغادرة المنصورة، كان في عوامل تانية دفعت المخزنجي عشان ينتقل من واحد نشأته وذكرياته إلى القاهرة، منها المتطلبات المادية خصوصا بعد زواجه. أصبح مرتبه من الحكومة غير كافي، جاله عرض عمل كمحرر علمي في مجلة العربي في القاهرة، فلقى نفسه قدام طريقين: طب النفسي والمنصورة في طريق، العمل في الصحافة وبالتالي الحياة في القاهرة في طريق تاني، واختار ينتقل إلى القاهرة وترك ممارسة الطب النفسي. وعبر المخزنجي عن إزاي إن من الأسباب اللي دفعته لاختيار ترك شغله في الطب النفسي هو إن محيط الطب النفسي اللي كان بيشتغل فيه كان مؤلم جدا، وهو طب نفسي المصريين الفقراء بأعبائهم وظروف حياتهم الصعبة، فقرر إن هو يتركه رغم إنه بشهادة كل المحيطين كان بارع جدا في التخصص ده، وله رأي مهم في الطب النفسي الحديث فكرة اختزاله في الدليل اللي تم وضعه من قبل الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين،
اللي هو الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية. الدليل ده عمل أنماط وقوالب للنفس البشرية بنسمع عنها كتير دلوقتي، زي فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، اضطراب الوسواس القهري OCD. والمخزنجي كان شايف إن الاختصارات دي بتحشر المعاناة الإنسانية في حرفين 3، في حين إن النفس البشرية أعقد وأكثر تشابكاً من إن إحنا نحصرها في بعض المصطلحات والمختصرات المحددة. المخزنجي كمان كان شايف إن الطبيب النفسي لازم يدخل بتواضع على النفس البشرية وبروح المستكشف علشان يقدر يعرف ويفهم الشخص اللي قدامه ويحط نفسه مكانه، يتماهى ويتداخل معاه. وده النهج اللي اتبعه في سنوات عمله في الطب النفسي، وفضلت معاه فكرة التماهي والتوحد مع الشخصية بعد كده في الأدب، وكانت من أهم أدواته في الكتابة. ولكن تظل الأداة الأولى والفيض الأساسي لجمال كتابات المخزنجي هو مخزونه العميق والمتراكم من العلم والخبرة والقراءات الأدبية، لأن هو فعلا راجل عايش بيقرأ. الكتابة بالنسبة له هي مش مشروع، لكنها من أعراض القراءة اللي ظهرت عليه، وده من حسن حظنا طبعا. بدون استثناء كل قصص مجموعة رق الحبيب، وهي أحدث إنتاج أدبي للكاتب محمد المخزنجي، مليانة تفرعات تاخدك لخبرات وتجارب ومعرفة ثقافية وحضارية وعلمية ولمحات نفسية، لدرجة إن أنت ما تبقاش مهتم وأنت بتقرأ القصة إنك توصل لآخرها أو تعرف حاجة معينة في سياق اللمحة اللي بتحكيها القصة، قد ما أنت بتبقى مهتم بالتفاصيل الموجودة في الكتابة. وده لأن كتابات المخزنجي مش بتثير فضول القارئ بأحداث القصة، لكنها تثير كل فصوص دماغك وتشغل كل قرون الاستشعار الموجودة جواك، فتستمتع بكل كلمة وكل سطر وتعيش مع فروع شجرة القصة. زي مثلا قصة شهيق عميق زفير مرتاح في مجموعة رق الحبيب، اللي بتوصف رجل في 70 من عمره وهو رايح المطار يستقبل ابنه بعد سنة من آخر مرة شافه فيها نتيجة ظروف إغلاق المطارات في الكورونا. يوصف لك المخزنجي الأب وهو واقف في المطار بيفكر إزاي لما هيشوف ابنه هيقدر يمسك نفسه من إنه يحضنه بقوة، وإزاي هيحافظ على مسافة بينهم زي ما اتفق مع زوجته وابنه التاني، ولاده الاتنين اللي خلفهم بعد سن 40، وده اللي خلى شعوره بيهم مضاعف، شعور أب وشعور جد. ويفضل الأب فترة انتظار لابنه في المطار يفكر وياخد القارئ معاه لأفكاره ومشاعره، ويفتكر إزاي كان بيلعب مع ولاده هم صغيرين ويزغزغهم لحد ما يفطسوا من كتر الضحك. ويعبر الكاتب عن ده بجملة بتقول: تتساقط النجوم من السماء كالمطر، تريد أن تعرف سر كل هذا الفرح المتصاعدة أصداء من كوكب الأرض. ورغم جمال الجملة اللي نتمنى نقف عندها ونعيش أكتر في لحظة وصف فرح أب مع أولاده، لكن ياخدك الكاتب إلى ما هو ممتع أيضا لما يدخلك في أفكار الأب وفي جولة من المعرفة عن أساليب التحية والترحيب اللي ممكن تكون بديلة عن الحضن والسلام، زي عدم السلام بالإيد والاكتفاء بانحناءات الترحيب الموجودة في اليابان. الأب كان شايف إنها تنفع في العلاقات الرسمية، لكن بين الأهل صعب جدا، وإن ممكن تكون طريقة السلام الجافة الموجودة في اليابان دي ليها دور في إن اليابانيين عندهم أكبر نسبة انتحار بين الشعوب. يضحك الأب ويفتكر الصين اللي عندهم حاجة اسمها وسائد الاحتضان، اللي بيحتضنوها في وقت شرب الشاي في وجود ضيوف عشان الوسائد دي تقلل من الانفعال. بتسرح في القصة مع أفكار الأب وتنسى أنه واقف مستني ابنه في المطار، وتكاد تكون مش عايز ابنه يوصل ومش عايز القصة تخلص عشان تفضل مستمتع بوصف المخزنجي وعرضه للمحة الداخلية الجميلة في وجدان الأب. النوع ده من الأدب بالنسبة لي هو النوع اللي بيعيشك اللحظة. كلنا بنتمنى نعيش اللحظة اللي احنا فيها وما نفكرش لقدام أو لورا، والقصص الأدبية اللي بتوصف لمحات إنسانية زي دي بيبقى غالب عليها الاستغراق في وصف اللحظة، فمش بتبقى مشغول قوي بترقب اللحظة اللي بعدها. النوع ده من الكتابة بيسعدني وبعيش معاه متعة من نوع خاص. وده مش بس واضح في مجموعة رق الحبيب الصادرة عن دار الشروق 2021، كمان واضح في المتدارية القصصية الرائعة صفر، المجموعة القصصية رشق السكين، وأوتار الماء. أوتار الماء المجموعة اللي فيها أجمل القصص، زي رجل اختفى مرتين، قصة طريق القناصة اللي بشوف إنها من أكتر القصص المحبوكة براعة وتشدك من أول سطر لآخر سطر، مكتوبة بحرفنة، والكشاف اللي بينور دايما بمعنى قوي في آخر القصص متجلي في القصة دي. مجموعة أوتار الماء من أكتر المجموعات القصصية للمخزنجي اللي بيتداخل فيها الخيال مع المفارقات العلمية مع الواقع، وكل ده بتغليف التأمل وعاطفة المخزنجي.
مجموعة أوتار الماء أخدت جايزة مؤسسة ساويرس لأفضل مجموعة قصصية، وأتمنى إنه يعاد طبع ونشر المجموعة دي وإتاحتها على المنصات الإلكترونية للقراءة، لأن فيها متعة حقيقية وبيتجلى فيها جمال فن القصة القصيرة. أما المجموعة القصصية صياد النسيم اللي صدرت للمخزنجي سنة 2018 عن دار الشروق أيضا، لمحة الحزن والشجن فيها بقى أعلى من أي مجموعة قصصية تانية. حزن بيخلي القارئ ما يتضايقش منه، وده لما هيلاقي إن قوة الشجن في القصص هي اللي بتصنع التأثير جواه وتخدم معنى القصة ومغزاها. صياد النسيم فيها تقل ورصانة راسية ومترستقة كده، وجمال اللغة فيها معدي أي حاجة تانية للمخزنجي. ومن أكتر القصص اللي علقت معايا في مجموعة صياد النسيم هي قصة ابتسامة أم كسنجر الوحيدة وقصة صياد النسيم. وسواء لمحة الشجن أو الروح التأملية أو حس الاستكشاف والفضول وكل الصفات الموجودة في كتابات المخزنجي ما جاتش من فراغ، لكنها متناسقة تماما مع تكوين المخزنجي اللي حجر الأساس فيه هو فترة طفولته والجو اللي كبر لقاه حواليه. الفترة اللي نشأ فيها محمد المخزنجي في المنصورة كانت في خمسينات وستينات القرن الماضي. وقتها المنصورة كان فيها طوائف دينية مختلفة عن بعضها، فكانت مدرسة متنوعة في الحياة. بيته كان بيطل على أرض فاضية من جهة وعلى حقول خضراء واسعة من جهة تانية. بيت بناه والده وعمل تحته ورشة سيارات خاصة بيه. والده كان فنان معاه دبلوم في الخط والزخرفة، ولما دخلت العربيات مصر احترف دهان السيارات، وابتكر الدهان بالرش بعد ما كانوا بيدهنوا العربيات بفرش بإيديهم. فتح ورشة السيارات كمشروع خاص بيه تحت البيت قدام الأرض الفاضية اللي كانت بتركن فيها عربيات اللي بيشتغل عليها، واللي كتير منها كان بيبقى مقطورات كبيرة. والد المخزنجي كان صانع، مش بس صنايعي عادي، كان بيصنع أجزاء السيارة بنفسه وكان فنان في ده. تحت إيده في الورشة كان بيشتغل حوالي 15 صنايعي. والأرض الواسعة الفاضية اللي قدام بيت المخزنجي ما كانتش بس بتخدم الورشة، كمان كانت واسعة جدا لدرجة إن ممكن يتلعب فيها 5-6 ماتشات كورة شراب في وقت واحد. ولأن ورشة المخزنجي هي المعلم الوحيد في الأرض دي، فكان الشباب اللي بيلعبوا فيها كورة باستمرار بيسموها ملعب المخزنجي. وجنب ملعب المخزنجي كان فيه كمان منطقة مقابر كبيرة أشبه بالمتحف. فكانتش مصدر وحشة أو كآبة للمخزنجي، كانت الشباك اللي فتح له فكرة التعدد والتنوع والاختلاف الموجود في الحياة، لأن المقابر دي متنوعة بين مقابر طوائف مسيحية مختلفة وبين مقابر المسلمين واليهود. البيئة المتسعة اللي فتح المخزنجي عينه عليها، الحقول الخضراء، منطقة المقابر، لعب الكورة، ورشة أبوه والعالم اللي فيها، بيتهم اللي بيبص على كل ده، كل البراح المكاني ده هو اللي خلاه ما يستغربش أبدا فكرة إن مدرسته كانت من غير سور. أول مدرسة دخلها المخزنجي كانت مبنية جديد، ما كانوش لسه عملوا لها سور، فكان عادي إن الولاد يطلعوا يجروا في الحقول اللي حواليهم ويتعاملوا مع الطبيعة والتعليم في وقت واحد. ما كانش فيه حدود للمكان أو للفكر أو للخيال، اللي أكيد كان عنصر قوي في طفولة صبا المخزنجي المحاط بكل هذا البراح اللي بيحفز الخيال. ويمكن الخيال والتأمل الواسع المتاح قدامه من وهو صغير هو اللي خلاه أول ما شاف القطر بيعدي من بلدهم يفكر في فكرة واحدة بس: شكل الدنيا من فوق القطر عامل إزاي؟ فضلت الفكرة دي في دماغه من وهو عنده 6 سنين لحد ما بقى عنده 11 سنة. وقتها خد القرار، حجز تذكرة، لكنه مركبش، طلع على سطح القطر وكان بيسميه بساط الريح الحديدي. لف بيه قرى المنصورة كلها، وكان بيفضل راكب على سطح القطر يشوف الدنيا من فوق لحد ما القطر يرجع تاني من مكان ما ركبه. واللذيذ إن هو بيحكي الحكاية دي، الحكاية اللي مليانة انطلاق وخيال وسعادة، بيأكد دايما إنه كان بيدفع التذكرة. ومن هذا البراح المتسع الجميل ومن فوق بساط الريح الحديدي بنوصل لآخر حلقتنا النهاردة، لكن مش لآخر كلامنا. لسه في محطات إنسانية وأدبية كتيرة للدكتور محمد المخزنجي هنتكلم عنها، لكن الحلقة الجاية. كانت معاكم ياسمين غبارة في سكة قراية بلس.